بنسمع كتير عن دعاوي الزنا في القانون المصري. الزوجة بيتحكم عليها بالحبس، هي والشريك أو الطرف الثالث أو الراجل اللي كان موجود معاها. في الحالة دي محدش يقدر يخرج الزوجة من الحبس، محدش يقدر يخرج الزوجة من قدام النيابة غير الزوج لو وافق بالفعل اللي تم أو وافق بواقعة الزنا. وكيل نيابة بيخلي سبيل زوجته. لو حد عمل لك محضر ضرب وانت خايف ومرعوب وانت ما ضربتش، فتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيثبت براءتك. محاضر الضرب من اكتر المحاضر اللي بيكون فيها الاحكام براءة. محاضر الضرب من اكتر المحاضر اللي بتتلفق للناس بالباطل. عشان كده شوف محامي انت بتثق فيه يقرا المحضر ويشوف المحضر ويثبت انت كنت فين وقت الجريمة، وان شاء رب العالمين براءة. لو انت راجل صاحب شركة وعندك شغل وعندك علاقات وبتدفع الفلوس او بتدفع معاملاتك عن طريق الشيك البنكي، فتأكد ان اي شيك بدون رصيد مصيبة. تأكد من رصيدك في البنك قبل ما تصدر الشيك، لان لو الشخص خد الشيك وراح البنك ولقى مفيش رصيد هيشتكيك اقل حكم 2 سنين. في واحدة كانت بتسأل ان هي عاملة محضر في جوزها عشان خاطر كان مغضبها، وعاوزة تتنازل عن المحضر من غير ما جوزها يعرف، عشان لو عرف ان هي عملت محضر هيضربها والكلام ده كله. فحضرتك ممكن تروحي برقم محضر تسألي في النيابة اللي حضرتك تابعة ليها وتشوف المحضر بتاعك وصل لحد فين. لو المحضر بتاعك لسه موجود قدام وكيل نيابة، حضرتك بتقدمي طلب وبتدخلي لوكيل نيابة وبيعمل لك محضر صلح وبتتصالحي والمحضر بيتقفل على كده. لو المحضر نزل جلسة او ان هينزل جلسة قدام قاضي، حضرتك بتيجي يوم الجلسة وبتروحي برضو تتنزل. لو المحضر خد حكم للأسف لازم جوزك يعرف عشان يعمل معارضة ويفتح المحضر وتروحي تتنزل. اوقات كتير بيتم كتب الكتاب. كتب الكتاب بيتكتب عادي اهو، والزوج بيتوفى بيموت، فهل الزوجة ترث او ما ترث؟ لو تم كتب الكتاب الزوجة بترث في زوجها. لو تم كتب الكتاب الزوجة مش شرط الوعد بالزواج ما يحقش الورث. لو في كتب كتاب حتى لو ما دخلش بيها فهي ترث. زوجة كانت بتهدد زوجها بتقول له انا هشحططك في المحاكم وهدوخك وهاخد اللي وراك واللي قدامك. فالزوج هنا بيسأل بيقول الزوجة تقدر تاخد ايه وكام وامتى وفين والكلام ده كله. طبعا لو الزوجة رفعت نفقة عليك للولاد، لان في الغالب الولاد اللي بيكون لهم نفقة بعد الطلاق، فالمحكمة بتتدخل وبتحدد مبلغ النفقة حسب حالتك وحسب ظروفك. الزوجة بتقدم على تحري، تطلب تحري من اسم الشرطة المختص التابع حضرتك ليه، وفي اسم الشرطة بيقولوا الراجل ده شغال 1 2 3 وبيقبض كذا وبيقبض كذا. بناء على التحري اللي اتعمل بتحدد المحكمة مبلغ النفقة الشهري للولاد أو للزوجة.